السلام عليكم. طلب مني طريقة رسم الوجه. طبعا الوجه له قاعدة عامة ومتعارف عليها اللي هو الشكل البيضاوي. يقسم إلى 3 أقسام تقريبا متساوية. ال3 أقسام هذه تتوزع عليها عناصر الوجه. في بعض القواعد اللي تحضرني الآن. الأذان تكون في المنطقة هذه اللي هي إيش؟ اللي هي منطقة الأنف. الأنف يكون فيه دائرة هنا ودائرة صغيرة هنا ودائرة صغيرة هنا، تكون موزونات. العيون تكون هنا دائرة في النص وهنا دائرة وهنا دائرة، مقاسهم واحد. ليش؟ يقول لك ما بين العين والعين مقدار عين. يعني لو كل واحد يشوف وجهه بالمراية ويقيس بشكل تقريبي عينه بيلاحظ من بين عينه وعينه مقدار العين هذه. العين هذه ناخذ الثلث منها، أو قصدي الدائرة هذه ناخذ الثلث منها. طبعا هنا فوق الخط هذا بتجي الحواجب هنا. نسوي شكل العيون. الأنف طبعا الدائرة هذه بتمسح خلاص اللي هي القاعدة. الأنف هذا نمشي على أطراف الخطوط هذه، بيكون عندنا الأنف هذا. طريقة تجسيم الأنف ما يكون في خط، يكون في تظليل هنا يبين شكل الأنف. هنا يجي الفم تحت الخط الثاني اللي من تحت، يجي الفم ليه شكل 7 هنا، وبعدين على حسب شكل الفم عاد، يعني ما له شكل معين. هذه الشفة العليا، هذه الشفة السفلى. الآن تجي عاد خلاص المسألة إذا كان وجه عريض وجه نحيف تسوي الفك السفلي بالشكل هذا. طبعا ما تلتزم بالخطوط الحدود البيضاوي هنا. إذا كان له شعر حسب عاد، إذا كان مسرح شعر، إذا كانت أنثى مثلا تسوي لها التسريحة، الرموش، الشغلات هذه. إذا كان رجل شكل شكل شعر الرجل. إذا كان رجل مثلا سعودي أو خليجي عليه غترة، بيجي الشماغ هنا بالشكل هذا، يرجع وهنا يرجع، هنا يجي القلب، يطلع من هنا خط ومن هنا خط، ومن فوق يجي خط من هنا ينزل، من هنا وخط ينزل. هنا مسحنا طبعا الدائرة هذه، مسحنا دوائر الأنف. إذا بترسم قلم رصاص في شيء يسمونها المدعكة، تيجي الأنف تسوي له تظليل بالشكل هذا. بعد ما تحط الخطوط تدعك هذا وتسوي البروزات اللي هنا. الشفة السفلى مثلا تسوي لها الشغلات هذه، الشفة العليا، سواد العين ياخذ كذا بنفس هذه، تعطيك يعني واقعية. يفرد فيها ظل لون أو ظل أو درجة الظل. شوف الخشم شلون الآن تقريبا برز المنطقة الغايرة هذه يكون فيها بالشكل هذا. المنطقة اللي يسمونها اللي بين الأنف والفم، المناطق الغامقة من هنا تحت. بنكمل هنا بالنسبة للرقبة بالشكل هذا، تنزل تحت. هذه الرقبة، الخط الثاني من الرقبة، خط يطول من هنا وخط يطول من هنا. طبعا اللي هو هذا الياقة حقت الثوب، عشان كل مسألة مبسطة. هذه الأزرار. الشماغ ينزل إلى هنا وخلاص يصير منسوف على الكتف، كتف يجي من فوق من هنا على أساس إنه نازل عليه. هذا حد الشماغ وهذا حد الكتف من هنا. ياخذنا الموضوع لشيء ثاني اللي هو مسألة التظليل. تاخذ بالمدعكة هذه من أغمق نقطة عندك وتسوي فيها المناطق الغامقة، اللي مثلا دخلت الشماغ مثلا من هنا، المناطق برضه الغائرة بالشماغ من داخل اللي ما يجيها الضوء، وهكذا. كل ما خلصت تاخذ من المناطق، أو ممكن تسوي لك كذا شخبطة بالقلم وتاخذ منها بالمدعكة وتسوي تفاصيل المرزام والمناطق اللي داخلة هنا بالشماغ. المناطق اللي عكس جهة الضوء، يعني نفرض أن الضوء جاي من هنا بحكم أن ظل الأنف مثلا من هنا يكون في هنا ظل تحت، خلاص نذوب الخطوط هذه اللي تحت العيون. طبعا هنا تضيف في حاجة اللي هي العين. بعد ما تسوي العين، قاعدة العين ترى دائرة وتاخذ ثلث من هنا وثلث من هنا وتسوي السواد. هذا خلاص يلغون هذول، يفترض انهم ما يبينون احيانا الا لما يكون الانسان مرحلة الشيخوخة، تبين اللي هي تجاعيد الجفون سواء العلوي او السفلي اللي تحت. إذا بيكون الشنب مثلا كذا محلوق ونفس بالمدعكة برضه تسوي كذا، تاخذ من الغامق وتسوي هذا. الدقن نفس العملية، تاخذ من الغامق وتسوي إلى هنا، دقن خليجي على ما يقولون، تاخذ من الغامق من هنا وتكمل إلى هنا.
وهذا تقريبا كل شيء.